أشباح الطريق المظلم. في عتمة الليل الكامل وتحت أمطار الخريف الغزيرة، كان هناك شاب يدعى طارق يقود دراجته النارية بسرعة هائلة على طريق مهجور ومنسي. كان يسعى للعودة إلى مسكنه المعزول بعد يوم طويل من العمل الشاق، لكنه لم يدرك المفاجأة المروعة التي تنتظره في تلك الرحلة العاتمة. بينما كان طارق يتجاوز الأمطار الغزيرة ويقود بسرعة جنونية، لاحظ توهجا مرعبا يتسلل من خلف الأشجار المظلمة. قلبه ينبض بشكل متسارع والرعب يسري في عروقه. فجأة ظهرت كائنات مرعبة وشرسة في أعماق الغابة. كانت هذه الكائنات ملتفة بالظلام المشؤوم وعيونها تنبعث منها شرارا مخيفا. لم يمهل طارق نفسه للتفكير، فعلى الرغم من الرعب الذي ينتابه، عرف أنه يجب عليه البقاء على قيد الحياة. قرر تغيير اتجاهه بسرعة والابتعاد عن ذلك المكان المرعب. لكن الطريق العادي تحول فجأة إلى ممر مظلم وضيق، حيث لم يكن هناك سوى أشجار متشابكة ومتلاصقة بشكل غريب وغامض. كانت أغصانها العتيمة تتلوى وتتجاوز الدراجة النارية بأصابعها الخشنة المتعرجة. شعر طارق بالرعب يتسلل إلى جسده وهو يسير في هذا الممر المظلم، ومع كل خطوة يخوضها تتلاشى الأنوار وتختفي في العتمة المظلمة. صوت الرياح المخيف يعصف بأذنيه كالصراخ المكتوم للأرواح المفقودة. كانت الأصوات المرعبة تتعالى وتعبث بعقله، حيث يسمع أصوات خرير العظام وهمسات الشياطين المتواترة. من بين الأشجار المتشابكة والمتلاصقة، رأى طارق أشباحا مروعة تظهر وتختفي بسرعة خارجة عن المألوف. شعر بجنون يتسلل إلى وجدانه وروحه، ورؤيته تتحول إلى كابوس حقيقي ومرعب. أشباح الأرواح الملعونة تحاصره من كل جانب، وأصوات الصراخ المخيفة تعلو وتتعالى حوله. لكن طارق لم يستسلم للظروف المرعبة والشر المحيط به. بدلا من ذلك، زادت شجاعته وقوته. أظهر قوة لا يمكن وصفها وشجاعة لا تعرف الخوف. وصل قيادة دراجته النارية بسرعة مجنونة عبر هذا الممر الشيطاني. مع كل لفة تقوم بها الإطارات على الأرض المبللة، يتجلى الشر في صورة مخيفة. الضباب المتلاشي يكشف عن أشباح مروعة تطارد طارق. تتحرك هذه الأشباح بسرعة مذهلة، محاولة الإمساك به وتمزيقه إلى شرائح. تطفو الأرواح الملعونة بجواره، ممسكة بشوكات حادة ترمي بها نحوه. الأصوات الشيطانية تجتاح أذنيه، وكأن الشياطين تزحف من خلف الأشجار وتهدد بزحفه بأظافرها الحادة. يحاول طارق التركيز على الطريق المظلم والحفاظ على توازنه، ولكن الرعب يتسلل إلى داخله، يتغلغل في أعماقه ويملأ كل زاوية من زوايا وجوده. في لحظة من الجنون والشجاعة، يقرر طارق مواجهة هذه الكائنات المروعة. يصرخ بكل قوته ويدخل في معركة ملحمية مع الأرواح الملعونة. يستخدم دراجته النارية كسلاح، يتحدى الأشباح ويجتاحها بسرعته المذهلة. الشر يتراجع أمام شجاعة طارق وقوته الهائلة.
الأرواح الملعونة تتلاشى وتختفي في الظلام، والصمت يعود إلى المكان المرعب. يجد طارق نفسه وحيدا في الغابة المظلمة، متعبا ومنهكا، ولكنه قد انتصر على الشر المظلم. يستعيد طارق تنفسه وهو ينظر إلى دراجته النارية التي تحمل العديد من الخدوش والعلامات من المعركة. يشعر بالفخر والانتصار، ويعرف أنه تغلب على الأشرار وأنه أصبح بطلا حقيقيا. تمتلك هذه الشخصية الجديدة دراجة نارية تحمل اسم المدمرة الشيطانية. هذا الاسم يعكس القوة الهائلة والشجاعة المطلقة التي يتمتع بها طارق أثناء قيادته للدراجة النارية في وجه الشر المظلم والمخيف. ينطلق طارق في طريقه بفخر، مستعدا لمواجهة أي تحد يتعرض طريقه. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا.